السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء قالت جملة كده في الفيديو اللي كانت عاملاه بعد ما رجعت من بيت ياسمين، وهي راجعة مجهدة وتعبانة، وباين على شكلها انها مجهدة وتعبانة جدا جدا. قالت كلمة ان هي وهي في بيت، وهي تقريبا مش عارفة وهي راجعة في العربية بتحكي مع نفسها وبتقول لو كان معاها ونس، لو كان في حد واقف معاها وهي بتشتغل، لو كان في حد بيكلمها. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا قد ايه الكلمة دي صعبة؟ ان هي وحيدة، بناتها ربنا يبارك لها فيهم يا رب، اللي في بيتها واللي في شغلها. مفيش حد يا جماعة دلوقتي بيبقى فاضي لحد. شفتوا الوحدة صعبة ازاي؟ الوحدة مفيش أصعب منها. فقلت يا مدام هناء، انت مدام هناء بتيجي على نفسك جدا وبتيجي على صحتك. عايزة انت زي اي ام عايزة تخلصي البيت بتاع بنتك وعايزة تفرحيها، بس ما تجيش على صحتك. مفيش اهم في الدنيا دي كلها من الصحة. انت بتبقي تعبانة وبتشتغلي برضك يا مدام هناء. انت لما رحت عند الدكتورة كانت زعلانة لما شافت الغرز بتاعتك، ما قدرتش تفكها. هتفكها ازاي وهي ملتهبة؟ ما هو انت مدام هناء شغالة، انت ما بتديش فرصة ان جسمك يرتاح، ولا مدية فرصة ان الغرز تبقى خلاص يعني مفروض انها تتشال. فانت دلوقتي يعني مدام هناء لما تروحي للدكتورة والدكتورة تلاقيها نفس الحكاية، هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها كنت بشتغل في بيت بنتي، ما اديتش لنفسي وقت ارتاح فيه. ادي جسمك راحة يا مدام هناء. ده انت حتى كمان بتقولي ان بكرة مش راحة عند ياسمين، هترتاحي. وانت مش هترتاحي يا مدام هناء، انت بتقولي هتنزلي تشوفي الحشيش كبر في الجنينة. يعني انت مش واخدة اليوم راحة لجسمك، لا ده انت هتشتغلي في قلب الجنينة برضك، شغل تعب مش شغل راحة. وده غلط يا مدام هناء، ده غلط. انت بصي شوفي شكلك، كنت مجهدة ازاي، شكلك باين عليه انك جاية تعبانة، وانت نفسك بتقولي انت ما كنتش متخيلة ان البيت هيبقى متعب بالطريقة دي. حجمه صغير بس فيه شغل جامد لانه بيت قديم ومتبهدل من زمان. فشوفي انت تعبانة ازاي. ادي نفسك يوم ولا يومين راحة، هترجعي بعد كده ما شاء الله عليكي. ربنا يبارك لك يا مدام هناء، ربنا يبارك لك ان شاء الله، وربنا يقويكي وتقدري تخلصي البيت قبل الميعاد اللي انت عايزاه، وربنا يبارك لك في اولادك ويفرحك بيهم يا رب. يلا يا بنات عشان ما اطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.